كلمات لم تكتمل. فبينما كان الصمت هو رد الفعل على قرار حبس الفقي، كانت الاشتباكات والهتافات التي وصلت لحد محاولة التعدي على هيئة المحكمة بزجاجات المياه هو رد فعل أنصار أسامة الشيخ على الحكم بحبسه، ما دفع القاضي لمغادرة القاعة والمحكمة بكاملها في حراسة مشددة. كان من الملاحظ أن أسامة الشيخ وأنس الفقي لم يتحدثا طوال مدة الجلسة، كذلك لم يبديا أي ردود أفعال على قرار حبسهما. طبعا لا يجوز التدخل في حكم القضاء، لكن الواحد بيتكلم بإحساسه الشخصي إن هو ده اللي عود التلفزيون الشعب المصري على شاشة التلفزيون المصري. هو ده اللي بمسلسلات اللي تعاقد عليها جاب السنة اللي فاتت 186 مليون جنيه إعلانات، السنة دي جاء 926,000. احنا من بلده، لا قرايبه ولا نسايبه ولا أي حاجة، ده قاعد في البلد ما بانش عليه حاجة خالص. شهود الإثبات وقفوا مع أسامة الشيخ. ماذا تعني كلمة شهود إثبات؟ شهود الإثبات اللي هم اتهموه الإعلامي والصحفي مصطفى بكري كان من شهود الإثبات. الراجل تحول لشاهد نفي، كل من هو شاهد إثبات تحول لشاهد نفي. قولوا لي يا جماعة، هل يعقل الراجل ده يتحكم عليه؟ النيابة كانت قد وجهت لأنس الفقي أنه قام بالموافقة على منح بث مباريات كرة القدم بالمجان لبعض القنوات الفضائية، ما تسبب في إهدار 10 مليون جنيه من موارد التلفزيون. أما أسامة الشيخ فيعاقب على إهدار المال العام في القضية المتعلقة بإنتاج 10 مسلسلات دون العرض على لجان التقييم بالتلفزيون، ما تسبب في إهدار 20 مليون جنيه. في قضيتين ما زالت أمامهما مراحل تقاضي أخرى. دالي أبو هميرة، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.